أخيرا وقعت يا حلوة. خلاص بقيتي بين إيديا، وهعمل كل اللي كان نفسي أعمله من زمان. أنا هخليكي زي الكفتة وهي في السيخ، وبعدين أحطك على الفحم على نار هادية، وهوي لحد ما تستوي. أنا هوريك اللي أنت عمرك ما شفتيه في حياتك. هي دي. أنا هحطك زي ما بيحطوا الفراخ في الشواية، وأعلي عليك النار لحد ما تسيحي. هخلص فيكي القديم والجديد. بس مش عايز أسمع صوتك. ما تتكلميش وأنا بتكلم برضو. ماشي هنا ورايح، ما اسمعش نفس تاني. يا سلام، ايوه كده. هو انا دلوقتي مش سامع غير صوت دماغي وهي بتقول لي لا 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 تتنهى، لا 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 تتكلم، لا لا. لا 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 لا، دي ما بقتش عيشة. ليه بس؟ هو انا كنت هو ايه اللي ليه؟ انت عارف يا استاذ، انت اخر مرة خرجتني فيها كانت امتى؟ كان ساعة. مش هتفتكر اصلا. ما هو انت لو بتحبني كنت افتكرت. لكن المشكلة مش فيك، المشكلة فيا انا اللي وثقت فيك من الاول. ما كنتش اتخيل ان انت تعمل كده. وانا كنت عملت ايه؟ انت سامع بودانك مرات اخوك وهي عمالة تديني في نصايح ازاي اعمل اكل حلو، بس العيب مش عليها، العيب عليك انت. لانك كان لازم ترد عليهم كلهم وتقول لهم ان انت بتاكل من ايدي احلى واطعم اكل في الدنيا كلها. بس اقول لك ايه، ما انت زي القطط تاكل وتنكر. تنكر ان انت ما بقتش مهتم بيا ولا بوجودي. هو انا كنت ما تغيرش الموضوع. انت بقيت كاسفني ومقلل مني دايما، وانا زهقت ومش قادره استحمل. انا هروح عند ماما اريح اعصابي كده اسبوعين ولا 10 ايام. طبعا، ما انت عايز تخلص مني. خلاص ما تروحيش. ما انت عايز تحبسني في البيت برضو. هو انت فارق معاك اصلا ابقى موجوده ولا مش موجوده؟ وتحكمات تحكمات. انا زهقت وقرفت. ايه بتفكر في ايه؟ لا 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 لا، هو بس 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 انت بس انا لازم اتكلم.